مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يزور المنتزه الوطني والمتحف العسكري الروسي. الإريتريون في المهجر يحتفلون بعيد الاستقلال. تنظيم مأدبة قضاء لقوات الدفاع الإريترية في جلوج. الإمارات تعلن الانسحاب من تحالف بحري تقوده أمريكا في الخليج. وزير الدفاع الأمريكي يأسف لرفض نظيره الصيني الاجتماع به. كوريا الشمالية تحذر من احتمال نشوب صراع عسكري كارثي. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. زار رئيس السياسة أفورقي والوفد المرافق له المنتزه الوطني الروسي الذي يبعد مسافة 51 كيلومترا عن موسكو، وكذا المتحف العسكري الروسي. يضم المنتزه الوطني للمحاربين تفاصيل الحرب التي خاضها المواطنون الروس أثناء التصدي للغزو الألماني في الحرب العالمية الثانية، التي استمرت دون توقف ل 1418 يوما، أي من 22 من يونيو 1941 وحتى 9 من مايو 1945، وتضحيات المقدمة والأسلحة المستخدمة وطبيعة الدمار الذي صاحب الحرب وخطابات الرؤساء والقادة ودور الشعب، ومجسم لخريطة رملية عن خطوط الدفاع ومعرض بالصوت والصورة والكتب والملصقات. ويضم المتحف العسكري القوى الدفاعية والقدرات العسكرية المتطورة منذ فترة الاتحاد السوفيتي، المشتمل على الدبابات والطائرات والسفن والقواصات والعربات العسكرية والصواريخ الفضائية. وقدم للرئيس السياسة أفورقي والوفد المرافق له شرحا من القائمين على المؤسستين حول أهمية المعرضين لتوريث التاريخ للأجيال. هذا ويقوم الرئيس السياسة أفورقي بزيارة لروسيا بدءا من يوم الثلاثاء 30 من مايو، تستغرق 4 أيام، تلبية لدعوة الرئيس فلاديمير بوتين. احتفل الإريتريون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ويوغندا ومونتريال الكندية بعيد الاستقلال. فقد احتفل الإريتريون في الإمارات العربية المتحدة بذكرى الاستقلال يوم 27 من مايو بمدينة دبي، حيث خاطب الحفل سفير إريتريا بالإمارات السيد عثمان محمد عمر، موضحا مصادفة عيد الاستقلال مع الذكرى 30 للاستفتاء الذي اختار فيه الشعب الإريتري الاستقلال بنسبة 99.8%. وذكر رئيس الجالية الإريترية في الإمارات السيد عمر محمد أن استثنائية احتفال هذه السنة تأتي لتزامنها مع المرحلة المبشرة. وأحيت الفرقة الفنية التي ذهبت من أسمراء عروض فنية في الحفل الذي شهد توزيع الجوائز للفائزين في مسابقات المعلومات العامة والأنشطة الرياضية والثقافية والشباب الإريتريين المولودين في المهجر والمتفوقين في التعليم. واحتفل الإريتريون في يوغندا بعيد الاستقلال في مدينة كامبالا يوم 27 من مايو. وقال سفير إريتريا في يوغندا سيد محمد سليمان أحمد أن احتفال هذه السنة يأتي بعد إفشال وهزيمة شعب وحكومة إريتريا وقوات الدفاع الإريترية العدائيات المحاكة لتركيعنا وإضعافنا والانتقال إلى مرحلة جديدة. شهد الاحتفال عروض فنية من فرق فنية للإريتريين في يوغندا، كما تضمن الاحتفال منافسات رياضية استمرت لشهر. وفي ذات السياق احتفل الإريتريون في مونتريال الكندية بعيد الاستقلال يوم 32. نظم سكان مديرية جلوج حفل غداء لقوات حرس الحدود بمناسبة الذكرى 32 للاستقلال. شارك في الحفل الذي نظم يوم 30 من مايو المنصرم قائد الجيش الشعبي في المنطقة الغربية العقيد قبرز جابير عقباي، وقادة الجيش وأعضاء قوات الدفاع وممثلي الجيش الفيدرالي الأثيوبي المتواجدون في الحدود المتاخمة. وقال حاكم إقليم القاشبركة سفير محمود علي حروي في المناسبة أن الاستقلال الذي تحقق بتضحيات كبيرة عقبته تضحيات أخرى للدفاع عنه، موضحا إفشال شعب وحكومة إريتريا بوحدته لكل العدائيات والانتقال إلى مرحلة مبشرة. من جانبه أوضح قائد الفيلق 503 اللواء وركن جوديتا أن النضال المشترك الذي شهده العامين الماضيين أوصل علاقات إريتريا وأثيوبيا إلى أعلى المستويات من الثقة المتبادلة، وسيعملون لتمهيد الأرضية لتحقيق السلام والتنمية التي انتظرها شعبي البلدين برغبة كبيرة، مشيدا بالدعوة التي قدمت لهم لحضور الحفل.
هذا وقدمت هدايا عبارة عن سيوف لقادة الجيش الأثيوبي المشاركين في الحفل من يد قائد قيادة حرس الحدود للمنطقة الشمالية الغربية العقيد يوناس بوسو أملاخ. كما أحيت الحفل الفرقة الفنية للفرقة العسكرية 65 والاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية قلوج. يشهد إقليم عنسب الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 9 و14 عاما، ويتوقع مشاركة حوالي 31,500 فتاة في الحملة المنظمة بالمؤسسات الصحية والمدارس والإدارات. وتعد الحملة التطعيمية الثانية الجارية مواصلة للجولة التي نفذت في الفترة من 21 وحتى 25 من نوفمبر عام 2022، وأن وزارة الصحة تعمل جاهدة لإنجاح البرنامج بالتنسيق مع الشركاء خاصة المدارس. وتجرى حملة التطعيم في 258 مركزا، منها 35 مؤسسة صحية و37 من نقاط التطعيم و186 مدرسة. وأوضح تسيير أعمال الرقابة الفاعلة في المنازل حتى لا تترك أي فتاة دون تطعيم، وإنجاح الحملة التطعيمية بكاملها. الجدير بالذكر أن الإدارات والجبهة والمجلس الشعبي والمرأة والشباب ووزارة التعليم وغيرها ظلوا يعملون كقوة دافعة لفعاليات التطعيم الجارية. قام الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديريتي دباروا وشامبقو بتقديم دورات مهنية ل 555 شابا، واشتملت الدورات التي قدمت ما بين أسبوعين وشهرين ل 440 شابا، بينهم 186 شابا في مديرية دباروا على تركيب الطاقة الشمسية ومد الخطوط الكهربائية وتركيب صحون التقاط الإشارة وتصفيف الشعر والإسعافات الأولية وغيرها. وأوضح مسؤول الشباب في الإقليم الجنوبي السيد غيرماي قبرو في مراسم التخرج التي جرت في 30 من مايو أن الاتحاد يعمل بقوة لتسليح الشباب بالمعرفة المهنية والعلمية، مناشدا الدارسين لتطبيق المعرفة المهنية المكتسبة على أرض الواقع. وثمن مدير المديرية السيد فريونجيل تخلهيمانوت الجهود التي يبذلها الاتحاد لتعزيز مشاركات الشباب في كافة الأنشطة الوطنية متسلحين بالمعرفة المهنية. وذكر رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا السيد صالح مدين الدارسين للقيام بالعمل الدؤوب لتطبيق المعرفة البدائية المكتسبة على أرض الواقع وتلبية متطلبات الوطن. كما قدمت دورات تدريبية مماثلة في مديرية شامبوقو ل 115 شابا، بينهم 42 شابة، اشتملت على التثقيف السياسي ومجالات أخرى. ودعا مسؤول الشباب في المديرية الشاب حاغوس كاسيتي الشباب لتقوية تأطرهم المستفيدين من الدورات التي ينظمها لهم الاتحاد، موصيا الشباب لتطوير مداركهم. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انسحابها من تحالف أمني بحري تقود الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج بعد تقييم للتعاون الأمني. وذكرت وزارة الخارجية الأماراتية في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية أنه ونتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ شهرين من مشاركتها في القوى البحرية الموحدة. وتضم القوى البحرية الموحدة أكثر من 30 دولة، ويقع مقرها في القاعدة البحرية الأمريكية بالبحرين، وتعمل على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر، وهي منطقة استراتيجية غالبا ما تشهد هجمات ضد سفن وناقلات نفط. وتضم المنطقة بعض أهم طرق الشحن في العالم، والتي شهدت منذ 2019 سلسلة من الهجمات على سفن تزامنا مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء القرار الأماراتي في خضم متزايدة في مياه الخليج اتهمت واشنطن وعواصم غربية طهران دون أن تتخذ خطوات لمعاقبتها. وكانت إيران قبل 5 أسابيع ناقلتين في غضون أسبوع في مياه الخليج، وكانت الناقلة الثانية متجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الأماراتي. وذكرت تقارير أن الأمارات كانت محبطة من عدم رد واشنطن على احتجاز طهران لناقلات نفط في مياه الخليج مؤخرا.
أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارة إلى طوكيو الخميس عن أسفه لرفض نظيره الصيني لي شانغ الاجتماع به هذا الأسبوع، لا سيما في ضوء المناورات التي قامت بها مؤخرا مقاتلات صينية قرب طائرات عسكرية أمريكية. وقال أوستن للصحفيين: أعتقد أن هذا أمر مؤسف، محذرا من أنه بعد عمليات الاعتراض الاستفزازية التي نفذتها مقاتلات حربية صينية مؤخرا، زاد قلقه من احتمال وقوع حادث قد يخرج سريعا عن السيطرة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جنرال بات رايدر في بيان الاثنين أن جمهورية الصين الشعبية أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية برفضها دعوة وجهناها في مطلع مايو لعقد لقاء هذا الأسبوع في سنغافورة بين الوزير أوستن ووزير الدفاع الوطني الصيني لي شانغ. من جهتها اكتفت بكين بالقول على لسان متحدثة باسمها أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف جليا سبب الصعوبات الموجودة حاليا في الاتصالات العسكرية. والثلاثاء أعلن الجيش الأمريكي أن طيارا حربيا صينيا قام بمناورة عدوانية غير مبررة الجمعة بالقرب من طائرة استطلاع عسكرية أمريكية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي. وأردت الصين الأربعاء باتهام الولايات المتحدة بالقيام بمناورات استفزازية وخطرة، مؤكدة أن طائرة الاستطلاع الأمريكية توغلت عمدا في منطقة التدريب التابعة لنا. قال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية كيم سونغ جونغ أن بلاده ستعتبر أي محاولة من قبل الولايات المتحدة أو حلفائها لفرض حصار عدائي بمثابة إعلان حرب. وأوضح أن واشنطن التي تتواطأ علنا مع إسرائيل النووية طورت أخيرا آلية انتشار نووي جديد تسمى أوكس لتدمر بذلك نظام عدم الانتشار النووي الدولي بنفسها. وأكد كيم سون أن احتمال نشوب صراع عسكري كارثي شمال شرق آسيا يتحول إلى واقع يوما بعد يوم، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية على وقف ما وصفها بالأعمال العدائية التي تهدد أمن شبه الجزيرة الكورية. من ناحيتها أكدت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية أن بلادها ستنجح قريبا في وضع قمر اصطناعي عسكري للاستطلاع في المدار قادة فشل إطلاق قمر تحطم بالبحر أمس، منددة في الوقت ذاته بإدانة الولايات المتحدة لعملية الإطلاق الأولى. ويرى محللون أن وجود قمر اصطناعي للتجسس في المدار سيسمح لكوريا الشمالية باستهداف القوات الأمريكية والكورية الجنوبية بشكل أكثر دقة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.